السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم وعلينا. هنعمل بقى البسكوت الفلاحي الهش اللي بيدوب دوبان في البق من غير بيض خالص. مقادير اقتصادية جدا موجودة في كل بيت. اتمنى بقى تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للفيديو وقناتي على اليوتيوب وتفعلوا جرس التنبيه عشان يوصل لكم اشعار بكل جديد. مقاديرنا سهلة جدا وبسيطة واقتصادية جدا. مية بسكر، واللي احنا مستخدمينه سكر تموين عادي، وممكن تعصري برتقان معاه كنكهة للبسكوت. ومعانا بشر برتقان مجفف، بنجيب قشر البرتقان ونحطه في صهد الفرن، وبعدين قشر البرتقان اللي هو الخفيف اللي من غير الحته البيضاء، وبعدين بننشفه في صهد الفرن، وبعدين ما بينشف بنطحنه في المطحنه. معانا نشادر او خميره البسكوت، ولازم تكون جافه وريحتها نفاذه مش مرطبه وملهاش ريحه عشان تديكي نتيجه كويسه. ومعانا بيكنج باودر، ومعانا فانيليا وروايح جوز هند وبرتقان وورد وسمسم متحمص وسمنه بلدي على زيت، بس نسبه السمنه تكون اكتر من الزيت، وممكن نستخدم سمنه بس. وهنستخدم كمان زيت من بتاع التموين برضو العادي جدا للاخر عشان نسلك بيه ايدينا من العجين. وطبعا احنا مستخدمين الدقيق وعليه ملح، ذره ملح يعني نص معلقه ملح كده على الكميه الكبيره ديت. والدقيق المستخدم هنا دقيق علامه او دقيق قمح الدرجه الاولى. ولو انت مثلا قاعده في حته تانية مش عارفين الدقيق العلامه او القمح، هتقولي ان انت عايزه دقيق فاخر او اللي هو الزيرو. بقى نبث السمنه بالدقيق زي ما انتم شايفين كده، هنبثهم كويس جدا لغايه ما كل حبات الدقيق تتغلف بالسمنه، ونجيب من فوق لتحت بقى ومن تحت لفوق. وهننخل بقى النشادر زي ما انتم شايفين كده بالمنخل السلك ونقلب. هنقلب بقى كويس. وهنحط برضو معلقتين او 3 من السمسم كده ونقلب برضو. هنعمل بقى الحفرة بقى بتاعتنا بقى في الدقيق، وندوب فيها السوائل بقى بتاعتنا اللي هي الروايح والملح والبيكنج باودر وكله بقى. وبعدين نقلب زي ما انتم شايفين كده، وبنبدأ ان احنا نعجن بقى ونحط المية بسكر واحدة بواحدة. وطبعا هقول لكم المقادير. البسكوت الكيلو هقول لكم ازاي تعملوا البسكوت بالكيلو كمان في صندوق الوصف. طبعا اقل كميه وانتوا بتضاعفوا بقى ايه الكميه. هكون ان شاء الله المقادير موجوده في صندوق الوصف. نبدا ان احنا نعجن زي ما انتوا شايفين كده. طبعا العجينه يابسه خالص في الاول. طبعا بنزود الميه بسكر واحده بواحده. طبعا انا عايزه معايا عجينه لينه، وطبعا الميه بسكر بتخلي العجينه معايا تشد، فانا عايزه عجينه تكون لينه معايا في الخبيز كمان. تاخد بالي من الخطوه دي. هبدا بقى ازود واحده بواحده زي ما انتوا شايفين كده. هنا برضو معايا لسه العجينه يابسه خالص. هزود ميه بسكر تاني. هنا بقى انا عاملين كميه كبيره، حوالي 8 كيلو دقيق. 8 كيلو دقيق كميه كبيره طبعا. طبعا كل كيلو دقيق بيعملك 3 كيلو بسكوت، يعني كميه موفره جدا جدا. وطبعا مش مستخدمين بيض زي ما احنا قلنا مع بعضنا. وهكتب لكم برضو مقادير ال 8 كيلو في صندوق الوصف برضو. هنستخدم بقى الزيت اللي انا قلت لكم اللي هو زيت التموين العادي علشان نسلك بيه ايدينا، لان الميه بسكر في العجين بتخلي ايدك تبقى يعني مشبطه عجين كده او ملزقه من العجين. فبالتالي الزيت بيساعدك على ان انت ايدك ما تكونش ملزقه بالعجين كتير. وهنبدا بقى ان احنا نعجن. طبعا العجينه بدات تلين معانا اهيت وتنعم، يعني تلين وتنعم، ما تبقاش خشنه كده ولا محببه ولا اي حاجه من دي. كده العجينه زي ما انتوا شايفين اهيت، ايدي بتغطس فيها، معنى كده ان هي بقى ايه، لانت. بس كده بقى هنسويها
ونسيبها ترتاح بقى نص ساعة ونبدأ ان احنا نشتغل فيها. اما بنبدأ ناخد منها كده بنحاول ان احنا نعجنها تاني علشان نحطها ايه في المكنة. وطبعا الشوية الاخرى من العجينة بنكورهم كده كور على حسب استخدامنا علشان نسهل علينا الموضوع، وبنغطيها بكيس بلاستيك وبنحط بقى في المكنة بتاعتنا زي ما انتوا شايفين كده. هنحطها في المكنة ونبدأ ان احنا حد يلفلك وانتي ايه، وانتي تقطعي من المكنه زي ما انتوا شايفين كده على حسب البسكوته او طول البسكوته او حجم البسكوته اللي انتوا عايزينها. وطبعا بتبقوا حاطين في المكنه الشكل من قدام اللي انتوا عايزينه او بتحبوه، بيبقى الموضوع سهل يعني. وطبعا السجان بتاعتنا ديت بتبقى دهنينها زيت خفيف كده، وبنبلي برضو ايدينا زيت من الوقت التاني، زيت خفيف جدا برضو عشان نعرف ان احنا العجينه متلزقش في ايدينا، ونعرف ان احنا نقطعها بسرعه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ونرص في الصاج بقى دواير كده من بره لجوه. طبعا شايفين العجينه لينه خالص ازاي وانا بدخلها جوه المكنه كده. خلصت الصاج بتاعي اهو. طبعا الفرن بتاعي سخن وشغال على درجه حراره متوسطه، الفرن البلدي العادي زي ما انتم شايفين كده درجه حرارته متوسطه. اما بقى لو في فرن البوتاجاز بتبقى درجه حراره 160 170 برضو علشان ما يتحرقش منك. طبعا زي ما انتم شايفين ما شاء الله البسكوت اهوت، بسكوته مقرمشه وفي نفس الوقت دايبه دوب من غير بيض ولا اي حاجه خالص. اهو طلع من الفرن واخد لون جميل. اتمنى بقى تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للفيديو ولقناتي على اليوتيوب، وتفعلوا جرس التنبيه عشان يوصل لكم اشعار بكل جديد. وطبعا بقى بتحطيه بقى في كيس بلاستيك، بتحطيه بقى في علبه في علبه سمنه قديمه صفيحه فاضيه انت غسلاها كويس اللي هي الكبيره دي، وبتحطي فيها كيس وبتعبي البسكوت فيه وبتقفلي عليه كويس. وكل ما تجيبي منه تقفلي عليه كويس علشان مثلا مفيش حشرات تيجي عليه تخليه يدود منك ولا حاجه. طبعا الخطوه دي كمان مهمه جدا. وتسيبيه يبرد عشان ايه، قبل ما تعبيه تسيبيه يبرد شويه علشان ما يعجنش برضو في بعضه. زي ما انتم شايفين احنا حاطينه في كيس اهو وبنقفل عليه، وكل ما نجيب منه او لو انت عامله كميه صغيره بتحطيها في علبه كده وتقفلي عليه، تجيبي منه وتقفلي مكانك علشان ما يبقاش فيه حشرات تيجي عليه تخليه يدود. والسلام عليكم ورحمه